يحاول البعض تشويهها. يطول القرضاوي بفتوى جديدة تحرم المشاركة في هذا الإساءة لعدم إضفاء طابع الشرعية عليه حسب وصفه. وعلى الرغم من هذه التداعيات تبقى الكلمة الفصل للمصريين في تحديد موقفهم من الدستور الجديد. يبقى السؤال هنا: ما الذي يحمله قابل الأيام لمصر؟ في المقابل وليس ببعيد عن المواجهات المستعرة، كان من المفترض أن يمثل الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحكمة هذا اليوم، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، وعلى الأرض القوات الأمنية تضع إمكاناتها لإنجاح هذه المحاكمة وعدم تأكيد صفوها من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وتبقى الأيام المقبلة تبقى حبلى بالمفاجآت. سادتي الأكارم، للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن ينضم معي في الاستوديو المحلل السياسي ورئيس المكتب الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط الدكتور فارس الكاتب. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. وينضم معي تباعا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي الأستاذ محمد عبد الوهاب، ومن لندن الكاتب والصحفي المصري عبد الله حمود، وأيضا تنضم إلينا من القاهرة مراسلتنا هناك سهر عافية. قبل الشروع بالحديث في هذه الحلقة والحديث لنتابع هذا التقرير ولنا عودة، ابقوا معنا. مع تسارع المتغيرات وتفاقمها وازدياد التظاهرات والاعتصامات وأعمال العنف التي تطورت إلى استهدافات إرهابية متكررة، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى 1 من فبراير شباط بعد تعذر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية، ذلك لأن الطائرة المقرر لها أن تقل مرسي من سجن برج العرب لمقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة لم تستطيع الإقلاع بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المدينة. وبالإضافة إلى مرسي هناك 14 آخرين من قيادات الأخوان يحاكمون في القضية تم نقلهم من محبسهم إلى مقر المحكمة في ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية. سنبدي دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة، لأنه بموجب الدستور والقانون محاكمة رئيس الجمهورية لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويرأس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى. وفي ظل التوترات الأمنية في مصر ومواصلة جماعة الأخوان تظاهراتهم ومطالباتهم المتكررة بإخراج مرسي من السجن وإعادته إلى كرسي الرئاسة، لا يزال المدعو يوسف القرضاوي يثير الفتنة الطائفية والنزاعات المسلحة بتصريحاته النارية وفتواه الغريبة التي تعتمد الانحياز للجماعات التكفيرية المسلحة. فقد نشر القرضاوي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فتوى تحرم المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي السلطة المصرية الانقلابية بحسب تعبيره. من جديد أهلا بكم سادتي الأفاضل، شكرا للزميل صباح حكيم على هذا التقرير. نبدأ الحديث من القاهرة، تنضم معي عبر الأقمار الصناعية من هناك مراسلتنا الزميلة سهر عافية. بداية مرحبا بك سهر، هل من أسباب دعت اليوم إلى عدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المحكمة غير سوء الأحوال الجوية؟ تفضلي.
زميلي وبكل مشاهدي قناة بلادي. اليوم كان من المفترض أن يمثل محمد مرسي العياط أمام المحاكمة في ثاني جلسة له في قضية أحداث الاتحادية ومقتل 7 من المواطنين من بينهم أحد الصحفيين. كان من المفترض، ولكن سوء الحالة الجوية أحال دون وصوله إلى المحكمة. هذا الأمر الذي دارت حوله الكثير من الشكوك، حيث قيل أو تناولت وسائل الإعلام أنه كان يعني ربما هناك محاولة من محاولات يعني اغتيال مرسي أو ما شابه ذلك، ولكن هذه ليست أقاويل أو أخبار حيث أن الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد قد أنفت ذلك، وكذلك وزارة الداخلية. هذا الأمر أيضا الذي جعل الكثير من المحللين السياسيين يرون أن محاكمة مرسي أو عدم محاكمة مرسي في هذا اليوم وتأجيل هذه المحاكمة إلى 1 من فبراير أو الشهر القادم، هذا يعني يوسع من السياسية المناسب حتى يمر الاستفتاء على الدستور المزعم انعقاده في يوم 14 و15 من يناير أو الشهر الجاري، حيث أن يستعد المصريون من أجل الإدلاء بأصواتهم أو الاستفتاء على الدستور القادم. كيف كانت ردود الأفعال اليوم سهر بخصوص عدم إجراء هذه المحاكمة وعدم حضور مرسي؟ كيف رأيتم يعني الرأي الأوساط الشعبية السياسية؟ يعني في محيط المحاكمة حدثت بعض المشادات الكلامية بين مؤيدي الرئيس مرسي السابق وأيضا مؤيدي السيسي، بعض المشادات الكلامية التي يعني ربما قد يعني لم تذهب إلى العنف، حيث قد سيطرت القوات الأمن الموجودة هناك أو المؤمنة للمكان دون وقوع أي نوع من أنواع الإصابات أو الجرحى. أما في الوسط العام أو في المشهد المصري أو الشارع المصري بشكل عام، فالبعض يرى أن كان لابد من يعني إجراء هذه المحاكمة في أسرع وقت، حيث البعض ينتظر محاكمة مرسي، ولكن طبعا مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي كانوا المفروض أنهم كانوا دعوا إلى الزحف نحو المحاكمة أو بما اسمه الزحف نحو المحاكمة من أجل سهر دون محاكمة مرسي. نعم. أما بالنسبة لبعض المحللين السياسيين فإنهم يرون أن هذا الأمر يعني يجعل الكثير من المصريين يطمئن قلوبهم وينزلون إلى الاستفتاء على الدستور، حيث قد أعلن مرسي من قبل أين في الاستفتاء عن الدستور سهر سمحت لي، يعني كيف ولديه الكثير. سهر إن كنت تسمعيني، لنتحدث الآن على موضوع الاستفتاء على الدستور الجديد. هنالك فتوى ليوسف القرضاوي، كيف وجدتم ردود الفعل في الشارع المصري حول هذه الفتوى بعدم الذهاب والمشاركة في الاستفتاء وأنها يعني عملا محرم؟ نعم، لقد أوضح الشيوخ أو شيوخ الفتوى في مصر أن هذه الفتوى التي قد دعا بها الشيخ القرضاوي بأنها ليست حلال، حيث أن هذا الدستور هو مطروح لدى الجميع، مطروح لدى من يؤيده وينزل ويقول نعم، ومن يعارضه وينزل ويقول لا، فهو مشروع للمؤيد والمعارض. أما المصريين يرون أن هذا الأمر ليس بيد القرضاوي الذي قد طالبت الأجهزة الأمنية ودعت الأجهزة الأمنية وطلبت من قطر سرعة تسليمه، ولكن بفضل اللجوء السياسي فقد تجاهلت قطر هذا الطلب أو الاستدعاء من الأجهزة الأمنية. أما الشارع المصري يرى أن الاستفتاء على الدستور هو حق وملك للجميع من المؤيد والمعارض، من يقول نعم فلينزل إلى صناديق الاستفتاء وليدلي بصوته ويقول نعم، ومن يقول لا أيضا فله الحق في اختيار ذلك ويقول لا. إذن تبقى الكلمة الفصل هي للشارع المصري فقط. زميلتنا من القاهرة سهر عافية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
أعود إلى بغداد. مرحبا بك دكتور فارس. القرضاوي يعتبر أن الدستور الجديد لم يقم على توافق وطني، تمت صياغته بعيدا عن الحوار المجتمعي، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ تفضل. بداية أحييك وأحيي الكادر العامل ومشاهدي قناة بلادي أينما وجدوا على أرض المعمورة. يعني بالمناسبة أنا أسمي القرضاوي إرهابي دين، اتخذ من الدين يعني ستار لتمرير أفكار عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي دلالة واضحة على أنه يدعم حركات التكفيرية التي أنت تشاهد كيف يصنعون يعني مواقف عجيبة غريبة ويسيئون إساءة بالغة للإسلام. يعني بالمناسبة أنا أجد أن الرجل قد أخرف يعني تماما وخرج عن النص الديني، والدليل أنه أخرج من مجمع علماء المسلمين لأنه شاهدوا حتى بالأثر عليه أكثر من علامة استفهام، لأنه شاهدوا يعني طروحاته غريبة عجيبة لا تنم الإسلام بأي صلة، يعني لا بأنه تشوه صورة الإسلام، ويأتي تصريحاته يعني مسايرة تماما لما يريد الغرب والحرب الصليبية، وهي إساءة لقلب الإسلام وضرب الإسلام السياسي إذا ما جاز إلى ذلك التعبير. نعم. والدليل أن الآن تلاحظ يعني الأثر ليس معه، الصحافة ليس معه، يعني المثقفين رجال الإعلام لا ينتبهون له ويرون ما يصرح به يعني خارج النص القومي وخارج النص المصري الوطني. الشعب المصري يمتلك ثقافة عالية وقراءة عالية، وهو يختلف عن كل شعوب المنطقة، أنه يستقرأ صحيح. خلاص هم وجدوا في السيسي نقطة الشاقول للتوازن السياسي، وأنت تعرف مصر هم لا زالوا حتى الآن يعيشون الحالة الناصرية، فوجدوا فيه رجل مكمل. ويعني حتى عندي معلومات وثيقة من مصادر مقربة من السيسي من إعلاميين في مركز الدراسات الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قالوا أنه الآن سوف يفوض الشعب المصري ويطالبه أن يعني يترك المجال العسكري ويتحول المجال المدني كما صنع جمال عبد الناصر في عام 1952 ويقود البلاد. الآن أنت تلاحظ يعني أنا في حوار السابق قلت أن الذي أوقع مرسي في خطأ أنه يفتقر إلى القراءة الأفقية السياسية الحقيقية، وهو ما يسمى بالعلم السياسي البوليتيكال استراتيجيا. هو أراد أخوانة مصر، لم ينتبه له حقيقة أن الشعب المصري مجموعة مكونات ومجموعة كاركترات، يعني سواء كانت اجتماعية أو حضارية، وكان ينبغي أن يتعامل مع مصر كحالة مفتوحة. وهذا اصطدم بالقضاء، اصطدم والقضاء أنت تعرف يعني رصين، اصطدم برجال الإعلام وحتى برجال الفن، وبالتالي خلق هذه الفجوة. ولكن الشعب المصري قرأ صحيح، وجد في السيسي رمز وسوف يسير معه قدما، ولن تؤثر عليه هذه الأساليب. عودة على موضوع عدم حضور مرسي لهذا اليوم، يعني سربت بعض وكالات الأنباء وتحديدا BBC البريطانية. نعم، سنأخذ هذا الموضوع بشكل مفصل في جزءنا الثاني. دعنا ندخل الآن في صلب فتوى القرضاوي. يعني أنا أجدها لا تنم إلى الواقع بأي صلة، يعني وهي يعني مجرد يعني إنما يزيد يعني يضيف الحطب على النار. والشعب المصري الآن غير مهيأ. أنت تعرف أنت تعرف كرجل إعلام الآن هذه المظاهرات في مصر تكبد مصر خسارة اقتصادية كبيرة. نعم. المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأن أن يقوي هذه السلطة الانقلابية أو يمنحها الشرعية ويطيل أمد وجودها ويقوي شوكتها يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل محرم شرعا. هذا ما جاء في فتوى القرضاوي بالنص. يعني هل يقرأ هذا الخطاب على التحريض بالعنف ضد الحكومة أم يعني ماذا؟ يعني أي سياسي منصف، أي رجل دين معتدل منصف لا يمكن أن يقبل هذا الكلام نهائيا. يعني هذا يريد به هدم الديمقراطية المصرية والإساءة إلى تاريخ مصر والإساءة حتى للشعب المصري. بالعكس يعني الآن مصر تسير يعني يحاول أن يضعوا عجلة الديمقراطية على السكة الصحيحة. وكما تفضلت جنابك الكريم، الحل الفيصل والحاسم هو الدستور والتصويت على الدستور. من يريد أن يصوت خلاص يذهب ويصوت. وأنت يجب أن تلاحظ حقيقة من ظهر وناصر ومنح التفويض للسيسي 35 مليون، في حين أن الإخوان المسلمين 10 مليون. وأنت تعرف الديمقراطية مع الأغلبية، يعني صوت واحد في الثمانينات أو في التسعينات فصل بالانتخابات الأمريكية بين بيل كلينتون وجورج بوش. يعني بدل ما جاء بالسيسي بشرعية شعبية وبتوفير وما كان ليجرى وحدة هذا الانقلاب لم يوجد هناك توفيض كامل. نعم. وأنت لاحظت كيف ملئ الشارع المصري بهذا التوفيض. نعم. اسمح لي أن ننتقل إلى لندن مع السيد عبد الله حمودة. بداية مرحبا بك. يعني اليوم شاهدنا واستمعنا إلى الفتوى التي صدرت عن القرضاوي. القرضاوي يعتبر أن الدستور الجديد أصيغ ولم يقم على وفق وطني، تم صياغته على وفق بعيد عن الحوار المجتمعي. كيف وجدتم فتوى القرضاوي؟ تفضل. هناك عدة نقاط يمكن القول بها في هذا الشأن. من أولها على سبيل المثال أنه في جانب السنة يختلف الأمر عنه في أوساط الشيعة، فليست هناك مرجعية دينية
يلتزم الناس بالرجوع إليها في مختلف الأمور. فهذا يعني أن فتوى القرضاوي غير ملزمة، لأنه ليست هناك مرجعية تفرض موقفا يلتزم به الناس ويتبعونها فيه. لكن بعد ذلك هناك نقطتان ثانيتان شديدتي الأهمية. الأولى هي تلك المتعلقة بأن الشيخ القرضاوي يفتي فيما لا يعلم. الفتوى يلجأ الناس إلى المفتي في أمور الدين وفيما يتعلق بسلوكيات الحياة، أما عندما يتطرق الأمر إلى السياسة فهذا أمر آخر يتعلق بظروف المجتمع. وللأسف الشديد هناك كثيرون من الناس الذين يتصدرون للفتوى لا يفهمون شؤون المجتمع وينطلقون من رؤى ضيقة وليست لهم خبرة في الحياة بمفهومها الواسع، ويعيشون في عالم آخر. ومن ذلك منطق السلفيين الذين نراهم ويقترب منه الشيخ القرضاوي في هذا الشأن. النقطة الثانية أن هذه الفتوى فيها عوار ينبع من نقطة أن الشيخ القرضاوي يفتي بهذه الفتوى انطلاقا من موقف حدده من قبل، وليس ولا يفتي بها انطلاقا من موقف محايد بعقل مفتوح يراعي الأمور. معروف أن الشيخ القرضاوي هو مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو فيهم، وهجومه على الأزهر جزء من هجوم وسياسة إخوانية مخططة للقفز على الأزهر ومحاولة الاستيلاء عليه بشكل أو بآخر. طيب. ومن ذلك ما نرى مما يحدث من دفع الشباب في جامعة الأزهر من الطلاب. سيد عبد الله، إن سمحت لي، القرضاوي يعتبر أن من شأن الأزهر والهجوم على مشايخه. نعم سيد عبد الله، القرضاوي يعتبر أن المشاركة في عملية الاستفتاء هو بمثابة اعتراف كامل بشرعية هذا الانقلاب، بإشارة لعزل الرئيس مرسي. يعني هنا سؤال: ألم يتم عزل مرسي بإرادة شعبية تمثلت بخروج الملايين إلى الشارع المصري لعزل محمد مرسي؟ يعني أنا أقسم وقتي بين القاهرة ولندن، وكنت موجودا في القاهرة في فترة يوليو الماضي. نعم. ورأيت ما جرى على الأرض، ويعني كان أمرا مذهلا، لأنني كنت في القاهرة أيضا من 25 يناير 2011 حتى نهاية فبراير من تلك السنة. نعم. ويعني ما يجب التأكيد عليه هو أن ما جرى هو موقف شعبي 100%. إذن بموقف شعبي وبإرادة شعبية. اسمح لي أن أنتقل إلى القاهرة. سيد محمد، بداية مرحبا بك. القرضاوي يشكل على الدستور بأنه لم يقم على توافق وطني تم صياغته بعيدا عن الحوار المجتمعي، قام به أعضاء معينون لا يمثلون إلا أنفسهم ومن عينهم من الانقلابيين، بل هو دستور صاغته الأقلية وأقصت فيه الأغلبية. كيف تردون على تصريحات القرضاوي؟ تفضل. بداية اسمح لي أقول لحضرتك أن هذا الرجل يبدو أنه أصيب بخلل عقلي. هذا الرجل الذي لم يفتي في يوم من الأيام بحرمة قتل الأطفال في العديد من البلدان الإسلامية، ولم يفتي يوما بحرمة قتل الجنود في ربوع مصر. نعم. ولم يفتي أيضا بحرمة تنازل محمد مرسي وعصبته عن أراضي سيناء وأراضي مصرية في حلايب وشلاتين، ولم نسمعه يوما يفتي بأمر في خلال العام اللي حكم فيها هذه الجماعة الإرهابية مصر، لم نسمع منه فتوى واحدة على خلاف ما كان يقوم التنظيم به من عبث بالأمن القومي المصري. في العام الذي حكم فيه محمد مرسي تكشفت لنا العديد من الحقائق والعديد من الأمور اللي ثبت بالفعل من خلال محاكمة محمد مرسي وأعضاء من التنظيم في قضايا الهروب من السجون
وقضايا التخابر أن هناك تشكيل عصابي اسمه تنظيم الإخوان كان يحكم مصر، ولديه الاستعداد بالتنازل عن أي شيء مقابل استمراره في حكم مصر. هذا ثبت أيضا من تصريحات القيادي الإخواني عصام العريان اللي دعا فيها اليهود بالعودة إلى مصر مرة أخرى. ولعلم الجميع بمجرد تصريح عصام العريان بعودة اليهود إلى مصر واسترداد ممتلكاتهم على الفور في الأسبوع الثاني لهذا التصريح التالي لهذا التصريح قام العديد من يهود مصر برفع دعاوى قضائية لاسترداد أموالهم في مصر. نعم. وتمهيدا للعودة مرة أخرى. نعم. واليوم في جلسة محاكمة محمد مرسي وعصام العريان في هذا الأمر سنتطرق سيدي الكريم، سنتطرق إلى موضوع محاكمة. أنا كنت حاضر عن سيدي الكريم، سنتطرق لموضوع محاكمة مرسي في الجزء الثاني من الحلقة. الآن دعنا في موضوع الاستفتاء. يعني الاستفتاء لم يجري بعد وبدأ سيل الاتهامات لمؤسسات الدولة يتوجه، تكال هذه الاتهامات بالمشاركة في تزوير هذه النتائج، تزوير الاستفتاء المقبل في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة هذه العملية. كيف تقرؤون هذه الشائعات والاستفتاء على الأبواب؟ ماذا تنتظر من أنصار هذا التنظيم الإخواني الإرهابي بعد ما يروجون له من أكاذيب ليل نهار على لسان مفتي الناتو القرضاوي الذي زعم من قبل أن هناك الآلاف من أنصار الجماعة تم قتلهم في رابعة والنهضة؟ ما يحدث الآن هو حلقة جديدة من سلسلة الأكاذيب التي يروجها هذا الرجل الذي طالما شاهدناه يعانق ويصافح هخامات اليهود. ها هو الآن يوجه سهامه ويوجه علمه إلى التخريب مصر وليس إلى النقد. كيف بنا نحكم على استفتاء لم يتم حتى الإعداد ليه؟ نعم. من الآن بأنه تم تزويره. نعم. هذا الرجل يبدو أنه فقد رشده وفقد صوابه. نعم. كما فقد أنصار الجماعة رشدهم وصوابه. عايز أقول لحضرتك أمر بسيط، إذا كانت الجماعة لديها من القوة ومن الأنصار في الشارع فلتحشد ويقولوا لا للاستفتاء، ولكن ما نراه على الأرض يوميا في محاكمات هذا التنظيم الإجرامي الإخواني أنهم هناك تجمعات لا تزيد عن بضع عشرات في هذه الأماكن تستعمل العنف والسلاح في مشاهد دموية. هذا يدفعنا إلى سؤال سيد محمد، يعني هل الاستفتاء أنتم قريبون هذه الفتوى لن توقف المصريين؟ طيب في سيد محمد، أنتم قريبون من مكان الحدث، يعني برأيكم هل سيجري الاستفتاء بصورة سلسة وفق هذه الأجواء المشحونة بكيل الاتهامات من هذا الطرف أو ذاك، أم أن الجيش قادر على مسك زمام الأمور على الأرض ولكي تمر العملية بسلام؟ يا سيدي، قلت مرارا وتكرارا أن شهادة وفاة هذا التنظيم الإجرامي الإرهابي وتشييعه تم في 2 نوفمبر. نعم. يوم محاكمة الرئيس المعزول والمتهم في العديد من القضايا، منها قضايا تخابر وقضايا قتل هو وأنصاره. لم نشاهد أي حشد كما وعد وهدد أنصاره من قبل. في الجلسة الأولى حضر ما لا يزيد عن 100 فرد لوقائع الجلسة. ها هو القوة الحقيقية لهذا التنظيم الإجرامي على الأرض. هم كانوا يستخدمون الأموال في استئجار العناصر في التجمعات، والآن بعد وضع كافة تنظيماتهم وكافة جمعياتهم وكافة شركاتهم تجميد الأموال الخاصة بهم، لا ظهر الحجم الحقيقي للجماعة
وهم بضع مئات في إذن وضحت الصورة سيد محمد. نعتذر منك لضيق الوقت، ابقى معي، أعود لك بعد قليل. دكتور فارس، اللجنة العليا للانتخابات في مصر وجهت دعوة لمؤسسة ديمقراسي انترناشونال التي بدورها سوف توفد أكثر من 80 مراقب دولي إلى 23 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية لمتابعة سير عملية التصويت والفرز في هذا الاستفتاء على الدستور. كيف تقرأون هذه الخطوة؟ هل هي في الاتجاه الصحيح لدحض كل المعايير التي تشكك بعملية الاستفتاء على الدستور؟ الدستور إلى الآن لم يتم إجراءه. يعني قبل أن أجيبك على هذا الموضوع دعني في عجالة أشير إلى يعني استكمالا وتأسيسا على ما تم. لو كان القرضاوي رجل دين حقيقي، لماذا لم ينتقد ما قتل المسلمين بدم بارد في المنامار؟ يعني لو كان رجل دين حقيقي لماذا يحاول أن يسكب الزيت على النار في مصر؟ ما كان من باب أولى أنه يدعي للوحدة الوطنية. ولكن هناك دلالات نشرت في الديلي ميل، وهي طبعا مناسبة معلومات جدا مع السيد محمد جدا خطرة. يعني أرجو أن يجب أن تدحض لا اسمع، في صحيفة الديلي ميل وهي مقربة وهي اختصاص، نشرت وثائق خطيرة جدا. له علاقات مع اليهود، له شاليه في إيلات، زوجته من أصول يهودية، وهو ذراع من أهم الأذرع الماسونية العالمية ودول الاستخبار العالمي. يعني يجب أن نشر. فبالتالي يعني حينما يعني وهي خطوة جيدة للأسر حينما حيدته لأنها شعرت أنه يسهم مساهم كبير في ردم الوحدة الوطنية المصرية. نعم. ما تحدثت عنه حضرتك يعني واستدعاء هذا الكم الكبير من الخبراء يعطيك دلالة مضافة على أن هناك ارتياح حقيقي ومصداقية حقيقية وثقة حقيقية من قبل القيادة المصرية برئاسة السيسي حتى الآن في جلبهم. ولو كان هم لديهم مخاتلة ويخشون الشيء لما دعوا هذا الأعداد الكبيرة. طبعا هذا أنطى نقطة ارتياح كبيرة سواء لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة أو للناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنه الآن بدأت العربة الديمقراطية المصرية تسير بالاتجاه الصحيح. ولا يغرنك كثيرا موضوعة ما هذه المناوشات التي يحاولون بشكل أو بآخر أن يميل إليها الأخوان. الأخوان معروف أنهم ناس جبناء يقاتلون بأذرع، لا يظهرون إلى المشهد السياسي بشكل حقيقي. تلاحظ الآن كيف يدفعون ويغرون بالطلبة في الجامعات، وهؤلاء يعني مساكين شباب مصريين ويقتلون بدم بارد. ولكن بمجرد أن تعلن النتائج ويتم تثبيت الدستور بشكل حقيقي صدقنا سوف ينتهي كل شيء، وسوف تنتهي يعني ما يسمى بالإخوان إلى نهاية. ولعل القيادة المصرية والدستور المصري حينما جرمهم وجعلهم يعني جبهة إرهابية كان يعني في قمة التصويب السياسي والتوجيه السياسي الصحيح. نعم. سيد عبد الله، بعض المحامين تقدم بطلب لشيخ الأزهر للحصول على محضر اجتماع هيئة كبار العلماء الخاص بإقالة القرضاوي من عضوية الهيئة حتى يمكن تقديمه للمحاكمة أثناء نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي، باعتبار أن هذا المحضر يعني قرينة قوية في هذه الدعوة القضائية لإصدار حكم لصالحهم وإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي. كيف تقرؤون هذا الإجراء؟ يعني هذا إجراء في تصوري بصراحة أنا لا أعطي له أهمية كبيرة. ضد إسقاط الجنسية عن أي مواطن حتى ولو أجرم في حق الوطن. من يقترف أمرا خطيرا في حق الوطن يتعين تقديمه للمحاكمة ومحاسبته على هذا، حتى وإن كان يقيم في دولة قطر التي تتبناه وتتبنى جماعة الإخوان وتوجهاتها، وكأن دولة قطر تريد أن يعني تغير مقادير ما يجري في مصر على شاكلة ما تريد هي. وفق هذه المعطيات سيد عبد الله يعني اليوم وما تشهده مصر إن سمحت لي، يعني وفق هذا سيد عبد الله إن سمحت لي، يعني وفق هذه المعطيات التي ذكرتها، يعني وفق ما تشهده مصر اليوم من هذه الأجواء المشحونة بين هذا الطرف أو ذاك، هل يمكن محاكمة شخصية مثل القرضاوي اليوم بغض النظر عن ما هي تبعات هذا الموضوع أو دون حساب عواقب هذا الموضوع؟ بالتأكيد إذا كان مرسي مقدم للمحاكمة والدكتور محمد بديع مقدم للمحاكمة وكافة قيادات هذه الجماعة الخاطئة سياسيا وأرادت يعني أن تبتلع مصر بالهائل، يعني فلماذا لا يمكن محاكمة القرضاوي؟ أما يعني ملاحظ أنا من التقرير ومن عملية
في البرنامج إذا سمحت لي، أن هناك يعني وكأن الضوضاء الشديدة تعطي حجما كبيرا. هناك خطة مدبرة من جانب الإخوان لإثارة إزعاج وإسماع الخارج وكأن هناك عدم استقرار في مصر، لكن من يعيش في مصر يعرف أن ما يجري كما قال الأستاذ محمد عبد الوهاب يجري في أماكن محدودة بأعداد محدودة، والسلطة يعني تتعامل مع الموقف بدرجة كبيرة من التسامح بصرف النظر عن الحزم الأمني والوجود الأمني الذي تراه. هذا الوجود الأمني هذه القوة لا تستخدم، وإنما يترك هؤلاء الناس وهم يشتبكون مع المواطنين ويتسببون في إزعاج للناس وتعطيل للمصالح. وحتى هذا التعطيل للمصالح والإزعاج للناس لو جينا نتكلم عن الفتاوى، والشيخ القرضاوي يمكن أن يوصفها في مصاف الحرابة وقيل أرزاق الناس وأعمالهم، يعني هذا كله متروك لكي يموت ويذبل تدريجيا، ولأن ما يجري من جانبهم هو لا يعدو أن يكون نوع من رقصة الديك المذبوح. طيب إذن مع رقصة الديك المذبوح إلى القاهرة سيد محمد، هنالك أخبار توالت عن اختيار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ل8 منظمات دولية للتشويش على نتائج الاستفتاء على الدستور وللتشكيك بنزاهة هذه العملية، نزاهة هذا الاستفتاء. يعني كيف ترون تقبل اليوم الشارع المصري لمثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الإخوان المسلمون للتشويش على نتائج الانتخابات، عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟ الشارع المصري يا سيدي على قلب رجل واحد أراد منذ 30/6 أراد التخلص من حكم هذا التنظيم الإجرامي الإرهابي بخروج هذه الأعداد الغفيرة اللي وصلت لما يقرب من 35 مليون من أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه ليقولوا لا لحكم هذه الجماعة الإرهابية. وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى العالم أجمع. من خرجوا في 30/6 سوف يخرجوا بإذن الله في يومي المحددين لإجراء الاستفتاء، ولن يعقهم هذه الأعداد التي لا تزيد عن بضع المئات اللي بتتجمع في أماكن لتثير الذعر والرعب باستخدام الأسلحة واستخدام المولوتوف وأشياء من هذا القبيل. هذه المنظمات المأجورة التي تعمل لحساب التنظيم الدولي تم إيقاف العديد منها عن طريق لكن القرضاوي وجماعته يشكلون على هذا الدستور ويشكون بنزاهته. إن سمحت لي سيد محب، أعتذر منك لضيق الوقت. المصريون يعني القرضاوي يشكل سيد فارس على موضوع الدستور وآلية الدستور ومن وضع الدستور ولجنة ال50. لجنة صياغة الدستور ضمت 6 ممثلين عن التيار الإسلامي من الأزهر، حزب النور السلفي، ناهيك عن شخصيات إسلامية مثل كمال الهلباوي القائد السابق في جماعة الإخوان الإرهابية، دكتور عبد الله نجار الأستاذ في جامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية أيضا، ما يؤكد أن هؤلاء جميعا بالتأكيد لم يمرروا مادة تتعارض مع صحيح الدين. يعني لما هذا الطعن بشرعية هذه اللجنة وتشكيك بنزاهتها، التشكيك بالاستفتاء على الدستور، في آلية وضع هذه المواد وهذه البنود؟ طبعا لا أتفق كثيرا مع ما جاء الأخ من لندن، لا بالعكس، هو لو كان يحترم الشخصية المصرية والهوية المصرية والجنسية المصرية لما حصل على الجنسية القطرية ويتفاخر بها كثيرا. لو كان رجل دين حقيقي ومتزن ويمتلك رؤى سياسية على أقل تقدير أو حتى دينية لما يساهم إسهام حقيقي في ضرب الوحدة الوطنية. ما هذا التشكيك هو ضرب الوحدة الوطنية ويقود مصر إلى هو كبيرة. أنت تعرف كم في كل مظاهرة تظهر في مصر كم تخسر الخزينة المصرية وكم تتراجع. لو كان رجل دين حقيقي لا أسهم في خلق وإسناد اللحمة الوطنية المصرية وتجيب مصر هذه، كل هذا يحاول بشكل أو بآخر ويؤكد بأنه ذراع من أذرع الماسونية العالمية في ضرب الإسلام وضرب الوحدة. لا، يجب أن
يعني تزال عن الجنسية المصرية لكي يكون عبرة للآخرين. نعم. لأن رجل دين حقه ورجل إصلاح، وأنت تعرف نحن المسلمون محكومون بالأمل. أين الأمل من هذه التصريحات يعني؟ يعني هو يحاول بشكل أو بآخر. وكما تفضل جنابك، من كتب الدستور بزعامة وبرئاسة عمرو موسى وهو شخصية سياسية مرموقة، لم يكتبوا هذا التعديل الدستوري على عواهنة أو بشكل طائفي وبشكل، كتب بروح وطنية عالية. والدليل مهما يحصل من إرهاصات صعبة سواء على الصعيد الشارع المصري وغيره، ستكون كلمة الفصل لمن؟ للصندوق. نعم. والاستفتاء هو خير دليل. وأنت تعرف الديمقراطية مع الأغلبية. نعم. بشرط أنه لا تميع أو بشكل أو بآخر الإخوان. ولكن الآن الإخوان هم نفسهم من قتلوا أنفسهم. لماذا؟ نعم. لقد منحوا فرصة تاريخية، قاتلوا من أجل 60 عاما، يعني عام كامل ألم يستطيع أن يقدموا يعني أرشفة أو طريقة أو ديباجة عمل سياسي. حاولوا بشكل أو بآخر. يعني هناك معلومة خطيرة أود أن أشير إليها، هم باعوا 40% من صحراء النقب، وقبضه هو مرسي والشاطر قبضه من أوباما. وصحيفة كران ستانس صحيفة التربي نشرت ذلك بوضوح مع أدلة. نعم. نعم. اسمح لي سيد فارس أن أنتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة. اليوم تعذر نقل محمد مرسي نهائيا لمقر المحاكمة بالقاهرة لسوء الأحوال الجوية، برغم مرور أكثر من عام على تلك الأحداث والتي لم ينسها الشارع المصري. مرسي ليس الوحيد الماثل اليوم أمام المحكمة في هذه القضية، بل برفقته 14 قياديا أخوانيا يواجهون تهما بارتكاب جرائم القتل والتحريض على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي آنذاك. لنخوض في تفاصيل هذه المحاكمة مع ضيوفنا بعد أن نأخذ فاصل قصير ولنا عودة. من جديد حياكم الله سادتي الأفاضل. أعود إلى القاهرة. سيد محمد، هنالك من يقول أن مرسي لن يقف صامتا أمام المحكمة وأمام القضاء، وأن بجعبته العديد من الملفات المفاجئة التي سيعلنها لتبرئة نفسه ورفاقه. برأيكم ما الذي يحمله مرسي في جعبته هذه المرة؟ مرسي لا يحمل في جعبته هو وجماعته أي شيء. التقنيات الحديثة الآن تظهر الجرائم بمجرد وقوعها على الملأ. يعني نعم. السنوات الأخيرة، وأنا كنت بصفتي رئيس اتحاد محامي الثورة حضرت كافة القضايا اللي تم اتهام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ومن بعده محمد مرسي، وكانت أهم الدلائل في مثل هذه القضايا هي المقاطع الفيديو المصورة. بالنسبة لأحداث الاتحادية، لا يستطيع محمد أن ينكر أن رجاله هم من قتلوا التسعة شهداء أمام الاتحادية بغض النظر عن انتماء. هو هناك شخص واحد من هؤلاء ينتمي إلى الجماعة وأفراد ينتمون في الشعب المصري. مرسي لا يعبته شيء، ولن تسمح المحكمة بالحديث في إطار الاتهامات إليه. في ضمن أوراق الدعوة أن كافة شهود الإثبات شهدوا بما فيهم رئيس وقائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية الأسبق وكافة الأفراد اللي كانوا محيطين بالرئيس المعزول، أنه طلب من صبيحة 5 ديسمبر فض اعتصام الشباب الموجود حول قصر الاتحادية بالقوة، حتى إذا أدى الأمر إلى قتل المعتصمين سلميا. ولما رفض قائد الذي شهد في التحقيقات بذلك ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال وكافة القيادات ذلك، قال لهم في اجتماع حدث ظهر 5 ديسمبر أنه سيتولى الأمر بنفسه وأن رجاله سيقومون. نعم سيدي. وعلى الفور نعم سيد محمد، شهد بعض شهود الإثبات أنه كان
نعم، وضحت الصورة. دعني أنتقل إلى لندن. سيد عبد الله، يعني هنالك توقعات من بعض المراقبين أن تشهد المحاكمة لمحمد مرسي جدل واسع داخل وخارج قاعة المحكمة. كيف تقرؤون هذه المحاكمة؟ أعتقد أن هذه المحاكمة ستشهد جدل، لأنه هذا الجدل جزء من عملية المحاكمة نفسها. ستكون هناك قراءة لقرار الاتهام من جانب النيابة العامة، كما ستكون هناك مرافعة من جانب الدفاع، وهذا هو الجدل العادي الذي يحدث. مسألة نوع من الشغب أو غيره فهذا قد يحدث خارج نطاق المحاكمة. يعني في هذا السياق ماذا يمكن أن يقال؟ هذه أمور عادية، وحتى الشغب الذي يجري في الخارج نحن تعودنا عليه من هذه الجماعة التي تريد أن تظهر الأمور على غير حقيقتها. وما يجري في مصر هو عملية سياسية لإعادة بناء الدولة بشكل قوي، ولست أرى ما يجري من إزعاج أو مظاهرات شكلية بأعداد محدودة إلا محاولة للفت الأنظار عما يجري والإيحاء بغير ذلك في رسالة إلى الخارج على أمل وهمي في الحصول على تأييد من الخارج واستعداء هذا الخارج لتحقيق مكاسب أو بأي شكل من الأشكال لجماعة الإخوان المسلمين. لكن هي المسألة محسومة. إذن ما هي إلا عملية لفت الأنظار إلى الجماعة ما يريدون. نعم، إذن ما هي إلا عملية لفت الأنظار إلى الجماعة. سيد فارس، عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بالطائرة من مقر سجنه إلى المحكمة من سجن برج العرب. أما باقي المتهمين ففي سجون طرة لا، ستتم الاستعانة بسيارات مصفحة ربما لنقلهم من محبسهم إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب هذه الجلسة أيضا إلى مقر الحبس الاحترازي عليهم. هنالك خطة مسبقة من الداخلية والدفاع لتأمين هذه المحاكمة، وكما شهدنا اليوم هنالك آلاف من الجنود والشرطة لتأمين عملية هذه المحاكمة. يعني هل هذه الإجراءات ربما يتوقعون هنالك اقتحام أو ربما عملية اغتيال كما ذكر سيدي الضيف أن هنالك ربما تكون عملية اغتيال لمرسي؟ لا، هذه مجرد تهويل ويحاول من خلال هذا الرماد في العيون ليس أكثر. وحتى موضوعة الصدمات التي تحدث قبل أيام من المحاكمة يراد بها محاولة اهتزاز للشارع المصري، ولكن يعني اطمئن المؤسسة القضائية في مصر رصينة وقوية وتعرف كيف يعني تدير ديباجة القضاء، وأيضا الجيش وما من ذلك. لا، الذي حدث في الحقيقة أن الإخوانجية اليوم حاصروا بيت دار المدعي العام، فرأت يعني كما أعرف المصادر المطلعة وعلاقاتي مع الإخوان الصحفيين المصريين أنه الحكومة ارتأت، ليس وهذا ما أشيع عن سوء الأحوال الجوية، لا أبدا، أنه رأوا أن هناك ثمة شيء يدار في الخفاء فأجلوا المحاكمة، لأنه كانت هناك دلالة لمحاصرة ومهاجمة بيت المدعي العام أنطت إشارة معينة أنه احتمال أن يحدث هناك ما لم يكن في الحسبان، ولكنه سوف يحاكم لأن الدستور المصري والقضاء المصري كما قلت لك رصين ولا يجامل تحت أي يعني مناسبة أخرى، ولعله هو الرئيس المرسي نفسه قد أدرك ذلك حينما اصطدم بالقضاء المصري. نعم، أعود لك محمد. يعني دكتور فارس يقول أنه لديه من معلومات صحفية ربما قريبة من المكتب الإعلامي للسيد السيسي، يعني أن هنالك يعني أمور أخرى حالت دون وصول مرسي إلى المحاكمة دون مسألة سوء الأحوال الجوية بذريعة أنه محاصرة مكتب بيت المدعي العام. يعني هذه الادعاءات وهذه الخطوات هل لها صدى في الشارع المصري؟ يعني هذا الانتشار الأمني المكثف الذي شاهدناه اليوم، هل ربما كان هنالك في حسابات الجيش والشرطة أنه كانت هنالك عملية ربما اقتحام لسجن المحكمة أو عملية اغتيال لمرسي؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن أنا من خلال تواجدي بالجلسة الماضية وبجلسة اليوم أقول أن الأعداد الموجودة على مسافة قريبة من المحكمة لا تتجاوز العشرات، وبالمقارنة تأمين قوات الجيش والشرطة المتواجدة داخل أكاديمية الشرطة التي ينظر فيها المحاكمة الأعداد كبيرة جدا وتكفي لردع
أي عنصر إرهابي تسول له نفسه الاقتراب من مقر المحاكمة. ولكن نحن فوجئنا، كنا في انتظار وصول المتهم الثاني عشر وهو محمد مرسي العياط بعد دخول ال14 متهم وبعد حديث عصام العريان. فاجأتنا المحكمة بأنه ورد لها خطابا من مدير أمن القاهرة يعتذر فيه عن إحضار المتهم محمد مرسي العياط نظرا لسوء الأحوال الجوية. أنا لا أعتقد أن محاصرة مكتب المدعي العام أو هذا ممكن يكون سبب في تأجيل المحاكمة أو تأجيل وصول محمد مرسي، ولكن يبدو أن هناك إجراءات أمنية لا نستطيع التكهن بها. ولكن أحب أن أطمئن الجميع أن الجيش والشرطة في مصر قادرين على التخلص من هذا التنظيم الإجرامي الإرهابي في ساعات محدودة. ولكن التعامل معهم يبدو أنه أنتقل إلى القاهرة. يتم أعود إلى لندن سيد إلى لندن سيد عبد الله. يعني مرسي يقدم للمحاكمة والقرضاوي يقول إن عزل مرسي هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان على رئيس مدني منتخب أو انتخابا حرا نزيها وله في عنق الشعب بيعة ب4 أعوام. بدقيقة واحدة لو سمحت. يعني هو الناس ما بتفهمش انه شرعية صندوق الانتخاب بتنتهي وتكتمل عندما يتولى الشخص المنتخب المنصب الذي انتخب له، وتبدأ بعد ذلك شرعية أخرى هي شرعية حسن الأداء والحكم الرشيد والعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم. لم يحافظ الإخوان ولا مرسي على هذا العقد. نحن لم نكن نعرف من الذي يحكم، هل هو مرسي الذي أدى اليمين وحنث به أم مكتب الإرشاد الذي كان يرسل إليه بالقرارات لكي يقرأها أو مشروعات القوانين بما فيها الإعلان الدستوري لكي يصادق عليه. يعني هذا خلل هائل، إضافة إلى الممارسة التي أدت إلى انقسام الشعب المصري وغيره. ومن ثم وجد الشعب المصري وهو صاحب الحق الأصيل في من يحكمه أنه من الضروري عزل هذا الرئيس الذي فشل وأساء وأثبت سوء النية عندما جاء لكي يطبق منطق الجماعات السرية على دولة كبيرة. مرسي عزل بإرادة شعبية مصرية بحتة. الصحفي المصري من لندن عبر الأقمار الصناعية عبد الله حمودة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لضيفي من القاهرة محمد عبد الوهاب المحلل السياسي، كنت معي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دكتور فارس، يعني يجمع ضيوفي أن عزل مرسي هو بإرادة شعبية مصرية بحتة. بدقيقة واحدة لو سمحت. بعيد عن المناورة السياسية، بعيد عن المناورة الدينية. الدستور قانون وضعي من يضعه الشعب وهو خاضع للتغيير بموجب الاستفتاء. خرج الشعب المصري واستفتى وهو يعني أكد على موضوع التغيير، وهذا أكبر دليل على أنه هنا الشعب المصري شعب واعي يعرف ماذا يريد ويعرف ماذا يخطط. وهذا قرار الشعب المصري يجب أن نحترمه ونمضي به قدما. رئيس المكتب الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط دكتور فارس الكاتب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لضيوفي من القاهرة عبر الرعية محمد عبد الوهاب المحلل السياسي، وكان معي من لندن الصحفي المصري عبد الله حمودة، وكانت من القاهرة مراسلتنا هناك الزميلة سهر عافية. الشكر موصول لكم سادتي الأكارم. لمن فاته متابعة هذه الحلقة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.biladnews.net وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ختام هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.